ازاي نقدر ندخل ديبلي جوه ال HTML بتاعنا علشان نوصل للعناصر اللي احنا عايزينها، او بمعنى اصح ازاي نقدر نسلكت العناصر بتاعتنا في ال HTML جوه ال CSS علشان نقدر نحط عليها الستايل اللي احنا عايزينه. في طرق كتير علشان نقدر نعمل الموضوع ده. اول حاجه ان ال CSS اصلا بتقدم لنا حاجه اسمها السلكتور، والسلكتور ده هي الحاجه او هي الطريقه اللي انا بقدر اسلكت بيها العناصر بتاعتي جوه ال HTML جوه ال CSS. اول نوع من انواع السلكتورز ده هو السلكتور باسم الاليمنت نفسه، يعني لو الاليمنت باراجراف فبقول بي، لو الاليمنت انكر فبقول ايه. بس على كده في سيلكتور تاني ان انا اقدر اسلكت الاليمنت بالاتريبيوت بتاعه، يعني ممكن اسلكت الاليمنت اللي عنده اتريبيوت معين، زي مثلا اللي عنده التايتل باراجراف، اللي عنده مثلا لو هو انكر فيبقى عنده التارجت مثلا بلانك. ففي الحاله دي انا بسلكت الاليمنت مش بس باسمه، انا بسلكته بالاتريبيوت اللي هو واخده. في طريقه كمان وهو ان انا سلكت الاليمنت بالاي دي، ان انا باجي في ال HTML وبدي الاليمنتس دي اي دي وبعدين بسلكتها جوه ال CSS بالاي دي بتاعها، او مثلا بالكلاس. دي برضو طريقه تانية ممكن اسلكت بيها الاليمنت، ان انا بديله كلاس جوه ال HTML وبعد كده بروح في CSS اندهله بالكلاس ده. طب افرض انا عايزه اليمنت جوه كلاس هو تشايلد لكلاس تاني، بس هو اخو اليمنت تالت، وفي كومباينيشنز كتيره كده للاليمنت الواحد علشان اقدر اسلكته. فرضا ان الكود اوريدي مكتوب وهو كلاس جوه كلاس جوه كلاس جوه اليمنت واخد اتريبيوت معين، ففي هيصه حاجات كتيره قوي. ازاي بقى اقدر اوصل للاليمنت جوه كل الحاجات دي؟ في حاجه اسمها سودو كلاس وسودو اليمنت وحاجه اسمها الكومباينيتورز، والحاجات دي هنتكلم عنها في فيديو تاني.